مقاطع استقبال الحجيج والأشياء التي نراها والله أنها تؤنس القلب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرحني ويفرحكم في العام القادم بحجة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حجة. لفت انتباهي مقطع للحجاج السوريين وهم هنا في المدينة، وأهل المدينة ينثرون عليهم ورد المدينة، ذاك الورد الطيب. وأنا أحيا في المدينة منذ زمن، والله ليست مجاملة. أهل المدينة اللهم بارك فيهم رقة ولين وطيابة عجيبة جدا، وفيها سكينة وهدوء عجيب. الواحد لما يشوف المقطع هذا يظنه تمثيل ويقول والله أوكي صوروهم والمشهد كان حلو. لا، هذه طبيعتهم، هذه سجيتهم، هذا الشيء متأصل فيهم منذ عهد الصحابة إلى الآن، إلى يومنا هذا. نادرا والله لن ترى رجل معاملته سيئة أو يكون قاسي إلا ما ندر من أهل المدينة. يعني نادر جدا، أعانني الله على أهل المدينة الآن، نادر جدا ترى رجل من المدينة جفو أو قاسي جدا كذا، لا مستحيل. هم بطبيعتهم لينين كذا وهادين، ولا تشعر بأنك غريب بينهم. ما من أي بلد تأتي تشعر بأنك منهم ومن أهلهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله الذي لا إله غيره ولا رب سوى أن لهم محبة في الصدر لا تشبهها محبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على المدينة وعلى بلدان المسلمين كلها أمنها وأمانها. يا أخي أحيانا يقول المرء الحمد لله أن الله اصطفى لبيته الحرام أمثال هؤلاء الرجال، هم من يقومون عليها. ترى الحملات قبل بدء الحج، حملات يدفع عليها المليارات لكي يقاطع الحج، وبالآخر بمقطع بسيط جدا من هذا الشعب ومن من هؤلاء الرجال الصادقين الذين يقومون على خدمة الحرمين تنسف مجهودات دول لتشويه سمعة الحج ولتشويه هذه المناسك وللسعي وراء مقاطعة ركن من أركان الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيهم. إن كنتم أنتم يا أخي والله أعجز أن أتكلم عليكم وأن أثنى عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أثنى عليه وأجزل، أو كما يقول رسول الله. ونحن نقول جزاكم الله عنا خيرا.